بسم الله توكلنا على الله وإن شاء الله هعمل معاكم النهاردة كيكتين ميكس كده. الطعم روعة والشكل روعة والريحة روعة روعة روعة. الطريقة سهلة وبسيطة. يلا مع بعض نشوف الفيديو، بس قبل أي حاجة زي ما اتفقنا ومتعودين مع بعض نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما تحب وترضى ملء ما تحب وترضى. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا في العلبة دي حوالي 6 بيضات أو 7 بيضات. طبعا لو البيضة بتاعتك كبيرة هتبقى 6 بيضات، البيضة وسط خليهم 7 أفضل. حطيت عليهم كوبايتين من السكر الأبيض الناعم، الحبيبات الناعم، وضربت فيهم كده كويس جدا جدا لحد ما الخليط ابيض وبقى هش كده معايا وارتفع زي ما انتوا شايفين. هنزل هنا عليهم نص الكوباية دي زيت ونصها سمنة، يبقى الكوباية دي ميكس ما بين الزيت والسمنة. عايز تعمليها بقى سمنة على بعضها تعملي زيت على بعضه براحتك، ولكن الميكس ده بيخلي الكيكة معاكي، الزيت بيخليها ناعمة، السمنة بتديها طعم وهشاشة حلوة جدا. وانا بضرب كده بالمضرب بحط المادة الدهنية معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا كل ضربي بالمضرب في اتجاه واحد عشان الهواء اللي بيدخل ما يخرجش تاني. بعد ما اندمجت كل المكونات مع بعضها هجيب السوائل. انا معايا هنا كوباية من عصير البرتقال هكملها كده باللبن. ادي كوباية عصير برتقال ضربته بقشره وصفيته، وهنزل كده برضو وانا شغالة ضرب بالمضرب عشان ادمج كل حاجة مع بعضها. بنفس المج ده عايرت لبن رايب، كان عندي لبن ومن الحر فصل كده ما رميتوش، حطيته في الفريزر. وبعد كده هعمل بقى كيكة بيه، هعمل قرص بيه، المهم انه مش هنرميه. يبقى احنا كده نقول تاني معانا ايه؟ معانا 7 بيضات عليهم كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من العصير او اللبن الرايب او الميكس من ده عليه ده، وعليهم نص كوباية سمنة نص كوباية زيت. وبعد كده معايا هنا كيس من الفانيليا البرتقال، خدت منه مقدار معلقة وكملت الفانيليا برشة كده من الفانيليا العادية البيضة، بحب الميكس ده جدا. وهنزل عليهم بمعلقتين صغيرين من الخل وهرجع اضرب تاني. خدوا بالكم في تكة حلوة قوي قوي بتفرق معاكم في الكيكة هقول لكم عليها واحنا شغالين. معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، نفس المج اللي بتعايري بيه تخليه لكل المقادير، ما تعايريش بمج صغير على مج كبير. فلو ما عندكيش من المج ده غير واحد بس، عايري بيه الحاجات الجافة الأول وبعد كده عايري بيه السوية. يعني عايري بيه الدقيق، عايري بيه السكر الأول وحطيهم في أطباق، وبعد كده عايري السمنة والزيت واللبن عادي جدا بيه مفيش مشكلة. هنزل كده بالدقيق معلقة بمعلقة شوية صغيرين، أنا نزلت كده بمقدار كوبايتين دمجتهم مع بعض الأول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان أحافظ على كثافة الخليط بتاعي. في الوقت ده أنا قدت الفرن على درجة حرارة 180 وكملت شغل في الكيك بتاعي. نصلي على النبي كتير يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب معانا كيسين من البيكنج باودر. تمام. هبدأ أفضيهم كده على باقي الدقيق اللي معايا وهنخلهم كويس جدا تاني. ليه؟ علشان اوزع البيكنج باودر كويس جدا جدا مع الدقيق، بالتالي الكيكة بتاعي كلها تكون ارتفاع واحد وكثافة واحدة. وبعد كده نسمي الله وننزل بالخليط الجاف ده على الخليط السائل ونرجع نضرب تاني في اتجاه واحد لحد ما كل المكونات تندمج مع بعضها. وركزوا معايا هنا عشان في حركة حلوة قوي هتفرق معاكم في الكيكة، فرق رهيب بجد يعني. هتلاقوا طعم وقوام وريحة خطيرة ان شاء الله بسبب التركة دي. معايا هنا عصير ليمونة كبيرة، جبت الليمونة زي ما انتوا شايفين بعصرها كده وانا شغالة ضرب. الليمونة دي بتعمل ايه؟ بتشغلي البيكنج باودر كويس جدا، ومع البيكنج باودر بتعمل في الكيكة يعني شبه محسن الكيك. بفضل اضرب كده لحد ما اتاكد ان كل حاجه اندمجت. في التوقيت ده هجيب بقى الصواني بتاعتي وهبدا ابطنها، بروح دهنها كده بمنديل او بفرشه يا اما بسمنه يا اما بزيت. وبعدين هجيب رشه دقيق، وبالمناسبه ده الدقيق اللي انا مستخدماه في الكيك اللي هو دقيق مخصص للكيك. بعد كده رشيت رشة من الدقيق وبدأت ألفها كده في الصينية كلها عشان أغلف القاع وأغلف الجوانب كمان. وبعد كده لما تيجي تسوي الكيكة تطلعيها تلاقي وشها زي جنبها زي الأرضية بتاعتها كلها حمرا إن شاء الله. نقول بسم الله ونبدأ نصب الخليط كده في الصينية. طبعا أنا عاملة مقدار صينيتين فصبيت الصينيتين بسم الله الرحمن الرحيم وأدخلهم الفرن. وقبل ما أدخلهم الفرن بخبطها خبطتين كده على الرخام عشان أخرج منها أي فراغات هواء. وبعد كده بدخلها بتقعد في الفرن من 35 ل 40 دقيقة. بعد كده بختبرها بالسكينة من النص زي ما انتوا شايفين كده. السكينة طلعت معايا نظيفة يبقى هي استوت وزي الفل. هطفي الفرن وأفتح الفرن وأسيبها 5 دقايق
وبعد كده اخرجها احطها على الرخامة واغطيها بفوطة نضيفة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، تهدى خالص علشان احافظ على طراوتها. اهم حاجة هطفي الفرن وافتح باب الفرن واسيبها جوه الفرن يعني 5 دقايق 10 دقايق، مفيش اي مشكلة. بعد كده تطلع تغطيها بقى بالفوطة بتاعتك لحد ما تحبي تاكليها. هنا بعد ما بردت خالص انا غلفت الصينيه دي بالستريتش رول زي ما انتم شايفين، لان هنا رايحه لحد حبيب غالي عليا شويه، فغلفتها كده عشان زوجي ياخدها معاه. ودي الصينيه التانية اللي كانت مدوره هقطعها قدامكم عشان تشوفوا شكلها كمان من جوه، لونها حلو قوي وريحتها حلوه وما شاء الله جميله جدا جدا جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. الطعم والريحه يا جماعه ميكس كده خطير، ما انتش عارفه تميزي ده لبن ولا زبادي ولا برتقان ولا ايه بالظبط. المهم ان الحمد لله بفضل الله عجبت الناس اللي كلوا منها جدا، لانها كانت رايحه برضه لزمايل زوجي في الشغل، عجبتهم قوي قوي ما شاء الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. ويلا نستغفر ونختم بالصلاة على النبي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.